قصة كفاح ومثابرة كانت وراء وصول اللاعب البعيد عن الأضواء إلى القمة. المدافع المظلوم إعلاميا ديلان برون استعاد مكانته كأساسي مع المنتخب التونسي ويقترب من خوض المونديال الثالث مع نسور قرطاج، والحلم يتحقق بعد قصة كفاح ملهمة. سنة 2014 كان محمود ديلان برون ينشط في قسم الهواة في فرنسا مع فريق كون، وكان بالتوازي مع كرة القدم يعمل في مطعم للسوشي من أجل توفير مصاريفه اليومية. رغم أن المهمة لم تكن سهلة، المدافع التونسي تشبث بحلمه ولفت أنظار فريق نيور في الدرجة الثانية الفرنسية. وسنة 2016 بدأت مسيرته في عالم الأضواء من نيور الفرنسي إلى جانت البلجيكي وماتز الفرنسي وساليرنيتانا الإيطالي وسيرفيت السويسري. حقق ديلان برون حلمه، صار لاعب كرة قدم محترف، ولكن بالتوازي مع ذلك حقق حلمه الأكبر وهو تمثيل المنتخب التونسي منذ سنة 2017 إلى اليوم. ديلان برون شارك مع تونس في مونديال 2018 وسجل هدف أمام بلجيكا، وشارك في مونديال 2022 ويستعد للمشاركة في المونديال الثالث في 2026.